السلام عليكم واهلا بكم في فيديو جديد. حرفيا انا بعمل الفيديو ده ورقبتي قد سمسم، لان انا عارف انا قطعت عمل فيديوهات في وقت ما ينفعش اقطع فيه عمل فيديوهات، لكن الكليه بتاعتي اجت كده بوظت الخطط اللي انا عاملها، فحقيقي بتاسف جدا جدا ليكم. وان شاء الله في الفتره الجايه احاول اظبط الدنيا اكتر ونعمل فيديوهات اكتر، لان انا عارف ان الوقت ده مهم بالنسبه لكم وانتوا عندكم حاجات كتير جدا مهمه وحاجات عاوزين تسالوا عليها، فادعوا لنا ان شاء الله، وان شاء الله يعني نستمر او يعني ننتظم في عمل فيديوهات. فعشان ما كلامش كتير يلا بينا نبدا، ولكن قبل ما نبدا مش تعمل لك الفيديو وتشترك في القناه وتفعل زر الجرس، واهم حاجه الصلاه على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. يلا بينا. اول حاجه بتمنى يا رب يا رب ان شاء الله يا رب تكونوا ظبطتوا الدنيا كده اكتر، وتكونوا اتعودتوا على نظام الثانويه العامه اكتر، ويا رب ان شاء الله ما يكونش في اي مشكله بتقابلكم. فمعلش والله انا عارف ان هي ايام صعبه عليكم جدا وانا مريت بيها وكلنا مرينا بيها، بس ما باليد حيله وده اللي المفروض نعمله، واحنا خلاص اتحطينا في الموقف، فالمفروض يعني نعمل اقصى جهدنا علشان نتخطى الموقف ده ونطلع باقل الخسائر ان شاء الله ونحقق احلامنا. بالنسبه لحاجه مهمه جدا جدا بتسال فيها كتير جدا، وانا زيكم كده في الوقت ده كنت بسال السؤال ده حرفيا، انا المفروض اكون فين دلوقتي في المنهج؟ بص كده، انت ما تنتظرش مني ابدا ان انا امسك لك كل ماده واقول لك انت المفروض في الماده دي تكون وصلت لدرس كذا او للفصل كذا، والماده دي وصلت للفصل كذا. لا، مستحيل اعمل كده، لان ما ينفعش ومش منطقي خالص ان انا اعمل كده. احنا يا جماعه ظروفنا مختلفه عن بعض، في حد مثلا بدا في شهر 8، في حد بدا في شهر 9، في حد بدا في شهر 10، في حد لسه ما بداش خالص. كل واحد وله ظروفه. مثلا في واحد بدا في شهر 8 وكان ماشي تمام في اول السنه، بس حصل له دروب كده وحصل له ظروف عنده، وقف كده وما كملش. لكن ان شاء الله ان شاء الله يعني انت المفروض دلوقتي بتعمل كل اللي عليك، بتعمل قصارى جهدك حرفيا. يعني كلمه يا ريتني بعد كده، يعني بعد ان شاء الله لما النتيجه تطلع، كلمه يا ريتني كنت ذاكرت دي صعبه جدا جدا. فاتمنى ان انتوا دلوقتي بتعملوا كل اللي عليكم حرفيا. مش تقول لي بقى انا المفروض اكون فين، لا، انت المفروض دلوقتي تكون بتعمل اللي عليك. يعني ما تسمعش لاي حد يقول لك انت لازم تكون وصلت لهنا، اوعى تسمع لكده. انت خلاص انت يعني ماشي على السيستم كده ان انت بتعمل اللي عليك بس. ايوه طبعا ما ينفعش مثلا دلوقتي انت تكون متاخر خالص عن زمايلك. احنا دلوقتي مثلا في شهر 12، ما ينفعش مثلا انت تكون لسه في الفصل الاول في الفيزياء، دي حاجه طبعا ما تنفعش، الا طبعا لو انت لسه بادئ مثلا من شهر اللي هو شهر 11، لكن مثلا ما تبقاش بادئ من شهر 8 اللي فات وانت لسه في الفصل الاول او لسه هتبدا الفصل الثاني. لا، انت كده طبعا متاخر، ولازم تشد جامد جدا جدا وتشوف سبب تاخرك ايه. هل السبب بتاع التاخر ده المدرس، وفي الحاله دي انت تسيبه خالص، او المشكله من عندك انت؟ فانت لازم تظبط امورك كده وتشد شويه، لان يعني خلاص احنا داخلين على شهر واحد. وما تقلقش والله انا مش بخوفك، بس يعني طبعا مثلا ما تكونش متاخر خالص عن زمايلك، لان ده اولا هياثر عليك انت. فالفتره دي عايزه منك مجهود مضاعف، فبالله عليك اعمل كل اللي تقدر عليه، وقع مره واثنين وثلاثه وقوم تاني. ما تيأسش من اي حاجه خالص. الموضوع والله يا جماعه ايوه مش مستحيل، لكن الموضوع فعلا عايز منك مجهود. الموضوع مش صعب على اللي مش هيعمل مجهود، لكن لو انت هتعمل مجهود ان شاء الله طريقك متيسر، وان شاء الله توصل للي انت عايزه. طيب بالنسبه مثلا للناس اللي متراكم عليها حاجات كتير جدا، او بدات متاخر، او حصل لها دروب مثلا، او اي ظرف من الظروف في الشهور اللي فاتت، ولحد الان مش عارفه تقف على رجلها تاني وتكمل، بص هو انت ظبط امورك كده وتهدى خالص. والله العظيم عادي جدا جدا، ياما ناس كتير جدا يعني حصل لها حاجات كتير في السنه والحمد لله وصلوا لحاجه في الاخر. اهدى كده وريلاكس خالص، وان شاء الله كل حاجه تتحل، بس بالهداوه والنظام. طب فطبعا انت هتجيب مثلا ورقه كده وتكتب الحاجات اللي متراكمه عليك، او الحاجات اللي انت ما ذاكرتهاش، وهتبدا بقى تظبط امورك وتخلص الحاجه دي، وهتشوف بقى مصدر يتشرح لك منه، سواء مثلا هتكلم مدرس، سواء مثلا هتشترك مثلا مع مدرس على الاونلاين مثلا او حاجه، او هتشوف يوتيوب. طبعا ده حاجه ترجع لك انت، لكن اهم حاجه لو انت مثلا الدنيا متلعبكه معاك خالص والدنيا مش مظبطه معاك، هو النظام. ما تبقاش عشوائي وتقعد تقول انا مش عارف اعمل ايه، انا هسقط. لا بلاش الكلام ده، لان كلام عبيط جدا جدا. احنا لسه في شهر 12 وما تقوليش هسقط دي، يعني هي تسقط يعني؟ مش فاهم والله. يعني مثلا من شهر 12 وامتحانك لسه في 20/6 وبتقول لي هتسقط؟ ما ينفعش تقول كده، ما ينفعش اصلا. فكل مطلوب منك ان انت ما تبقاش عشوائي، ظبط امورك كده واحده واهدى، والله العظيم كل حاجه تتحل، بس بالهداوه والنظام. واستعن بالله كده، وانوي كده ان انت يعني وتدعي ربنا ان انت عايز تخلص الحاجات دي ان شاء الله. يعني خلاصه كده الكلام اللي احنا قلناه يا جماعه، اول حاجه هو مش سباق اللي يخلص اول هو اللي يكسب، لا خالص. انت طالما ماشي مع المدرس بتاعك بخطه كده ثابته وخطه منظمه، ومثلا بتحل مع المدرس بتاعك كتير وبيديلك امتحانات وكده يعني، وبتذاكر طبعا اللي عليك اول باول ومهتم جدا بالحل، انت كده ماشي كويس الحمد لله. تاني حاجه انك تهتم جدا بالمعلومه اللي بتشرح لك دلوقتي وتركز عليها قوي وتديها حقها في الحل، لان ان شاء الله ده في المراجعه لما تيجي تراجع على الكلام ده ان شاء الله ساعتها هيكون
وقت تذكرك للكلام ده قليل، عشان طبعا يدي لك مجال اكبر اللي انت تحل امتحانات، علشان ان شاء الله لما تيجي تراجع على الكلام ده وقت تذكرك للكلام ده وفهمك ليه من تاني يكون قليل جدا جدا، ويديك يعني فرصه اكبر ان انت تحل امتحانات. لان يا جماعه الحل الامتحانات مهم جدا جدا، وان شاء الله يعني لما تيجي فتره حل الامتحانات هنبقى نتكلم عن حل الامتحانات والنظام بتاع حل الامتحانات. ثالث حاجه اوعى تيأس، حاول مره واثنين وثلاثه، وقع مره واثنين وثلاثه وعشرة ومية، بس اوعى تستسلم واوعى تيأس، لا اقف واعمل كل اللي عليك من تاني. تالت حاجه وهو ان احنا نكون على العهد اللي اتعهدناه في اول السنه، وان احنا نعمل اللي علينا ان شاء الله علشان ربنا في الاخر يوفقنا. طيب يا محمد احنا نعمل ايه الفتره الجايه بقى وشهر واحد داخل والكلام اللي بيتقال على شهر واحد ومش عارف شهر ايه وشهر الحسم ومش عارف كلام كده ايه مش عارف كده جابوه منين. انت المطلوب منك في الشهر ده ان انت تكمل السعي وتزود البدال بتاعك اكتر، ده كل المطلوب منك الفتره الجايه وبدايه شهر واحد واثنين وبقيه الشهور، لان في الشهور دي انت بتكون دخلت خلاص والحمل بدا يزيد اضعاف ما كان في الاول، والمعلومات بقى وتخش في بعض وكلام كده ايه ان شاء الله يعني ان شاء الله ما يحصلش معاك لو انت منظم الدنيا. فكل المطلوب منك ان انت تستمر في السعي بل تزود البدال بتاعك اكتر، والمطلوب منك تحافظ على وقتك قوي قوي وتنظمه. وبس كده ده كان فيديو النهارده، اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا من الفيديو ولو باي كلمه ان شاء الله يعني بسيطه حتى لو تشجعك، ده المطلوب والله من الفيديو. وان شاء الله يعني الفتره الجايه هحاول انظم وانزل فيديوهات، ولو عندك مثلا اي سؤال او اي مشكله عايزنا نتكلم عنها. وبس كده ده كان فيديو النهارده، اتمنى الفيديو يكون عجبكم. وبس كده مش تعمل لايك للفيديو وشايف القناه وتفعل زر الجرس. وبس كده اشوف فيديو جديد، سلام.